عرفنا في الفيديو اللي فات ازاي نكتب كلاينت وفهمنا ازاي الكلاينت بيعمل ريكوست من السيرفر نود. دلوقتي بقى عايزين نران الاتنين، بس قبل ما نران محتاجين نعمل خطوتين صغيرين، وهي اول خطوة ان احنا نقول في الباكج XML او نقول الباكج XML ان احنا استخدمنا dependency اللي اسمها example interfaces اللي احنا عملنا لها import في اول النوتس بتاعتنا اللي جواها definitions بتاعة السيرفيسز اللي احنا استخدمناها. وبعدين تاني خطوة هي ان احنا نعرف في الsetup.py النودز الجديدة اللي احنا عملنا لها creation بتاعتنا اللي هما السيرفيس سيرفر والسيرفر والسيرفيس كلاينت نودز اللي احنا عملنا لهم creation جداد. وبعدين لازم نعمل build للباكج عشان يحصل لها الابديت ده، وبعدين source، وبعدين نرن والمفروض ان النودز تشتغل. طيب اول نود هنعمل لها running هي السيرفيس سيرفر نود، وبعدين هنا هنعمل نفس الحاجة بس هنرن الكلاينت بتاعنا. عشان نرن الكلاينت بتاعنا احنا حطينا في الكود بتاع السيرفيس بتاع الكلاينت ان هو بياخد system argument، يعني بياخد argument وهو بيتعمل له running. فهنقوم عاملين دلوقتي ال service client هنعمل له run ونقول مثلا 3 و 5، هيقوم ال server ردت علينا ردت بريسبونس اللي هو 8 مثلا، هو عمل addition لل 8 مثلا هنقوله 2 1، هيقوم رادد ان ب 3. هنقول مثلا let's say 9 و 10، هيقوم رادد علينا على طول بالريزلتس او بالريسبونس ان هو السميشن بتاع ال 9 وال 10 هو 19. طيب in case بقى دلوقتي عملت running للكلاينت وانا قفلت السيرفر زي ما احنا شايفين، اللي هيحصل ان الكلاينت هيفضل بيخش في اللوب مستني ان السيرفر يجت اكتيفيتد عشان يقدر يبعت الريكوست بتاعته. so once ان انا رنيت السيرفر هيقول لي waiting for requests، الريكوست هتتبعت في ثانية، الريسبونس هيجي في ساعتها على طول للكلاينت. ودي ببساطة هي الكلاينت والسيرفر وكل التفاصيل اللي فيها. في الفيديوز الجاية بقى هنشرح الاكشن والسيرفر، الاكشن والسيرفر كلاينت وازاي بيشتغلوا وايه الفرق بينهم بقى وما بين الكلاينت والسيرفر. شكرا.